خليني اقول لكم احنا ليه بنحس بوجع في العضلات. عوامل كتير بتسبب لنا وجع العضلات، منها الاجهاد، التمرين الزياده، او الاصابات بسبب الاداء الغلط في التمرين. في حاله انك اول مره تنزل جيم او راجع للتمرين بعد فتره طويله، خليني اقول لك ان في حاجات صغيره لو عملناها هتقلل الاحساس بالوجع اللي بيجي في العضلات. اول حاجه لازم نعمل دايناميك ستريتش قبل التمرين، وده هيحسن من مرونه عضلاتك. والاستاتيك ستريتش ده بنعمله بعد التمرين، وده مهم جدا برضه علشان نقدر نفك جسمنا ونرجع العضلات لحجمها الطبيعي. تاني حاجه شرب الميه، وده بيقلل من وجع واجهاد العضلات. تالت حاجه ممكن تدخل ساونا مره او مرتين او 3 في الاسبوع، وده هيساعدك ان انت تقلل وجع العضلات، وكمان يساعد اللاكتيك اسيد ان هو يخرج من جسمك بشكل اسرع. رابع حاجه كميه البروتين في نظامك الغذائي، وده بيفرق جدا في الريكفري بتاع عضلاتك. خامس حاجه الفيتامينز، ودي بتقوي المناعه بتاعتك وبتساعدك كمان بشكل كبير قوي على الاستشفاء العضلي اللي هو ريكفري. خليني اقول لكم ان مرحله وجع العضلات دي مرحله كلنا بنعدي بيها، المهم والاهم ازاي نتعامل معاها.